ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في واحد معلق لي اسمه محمد السقا على الفيديو اللي فات اللي انا كنت بتكلم فيه ان يا جماعه ما ينفعش يتحول الزياره الشخصيه لاقامه، وكتب لي تعليق، فتعليق طويل. فتقديرا له انه تعب نفسه وكتب التعليق، فحبيت ارد له ايه بفيديو سريع كده. بس اسمع، هو كاتب التعليق على الفيديو: والله انت بتبين لينا انك عايش في السعوديه في الجنه. اقسم بالله السعوديه نار اسوأ من جهنم. خلوا بالكم يا جماعه، ما تتعبوش نفسكم بالسفر لبلد زي السعوديه، دي جهنم والعياذ بالله. واللي بيصور الفيديو بيقنع الناس انها بلد كويسه، وهي عكس ذلك خالص. عيش في بلدك وكل عيش فيها، وسيبك من اهل قريش وهبل وبعل. دي النار الله المقدس، صدقوني والله. طيب هرد عليك بس جزئيه جزئيه. والله انك بتبين للناس انك عايش في السعوديه في الجنه. يعني مش فاهم مقصود الجنه بالنسبه لك ايه والنار بالنسبه لك ايه. السعوديه بلد فاتحه صدرها للناس كلها، للي عايز يعيش فيها واللي يشتغل ما يرضي الله. فالحمد لله احنا عايشين فيها ومبسوطين وراضيين. ولا ما كناش قعدنا فيها. تمام، عشان نبقى مقتنعين، واللي يقولك غير كده غير صحيح. ماشي يا حبيب اخوك. ومش عارف انت قصدك ايه بالنسبه ان هي نار اسوأ من جهنم. هل تقصد درجه الحراره بتاعتها، ولا تقصد اللي فيها، ولا تقصد ايه وضعها؟ لو تقصد على الاجواء بتاعتها، فالحمد لله المكيفات في كل حته، السيارات في البيت في اي مكان في المكيف، عشان الناس تتلائم على الاجواء بتاعتها وتعيش فيها، ودي مش محتاجه كلام. فمش عارف انت تقصد ايه بس. وبعدين ما تتعبوش نفسكم بالسفر لبلد زي السعوديه، دي جهنم. لو كان في البلد اللي انت عايش فيها او في بلدك فيها خير وكان فيها فرص، ما كانتش الناس دورت على مكان سواء للسعوديه او غيرها او اي دوله من الدول علشان انت تقول للناس تسافر او ما تسافرش. فلو امورك انت مستقره وعايش وتمام، سيب كل واحد يشوف اكل عيشه، مالكش علاقه بحد وما تدورش على حد، وخلي نصيحتك لنفسك. تمام. وبخصوص بقى اللي بيصور الفيديو اللي هو سيادتي، وبقنع الناس انها بلد كويسه، وهي عكس ذلك خالص. انا لا اقنعت الناس لا هي كويسه ولا وحشه، بالعكس انا بقول للناس تتبع النظام اللي موجود في البلد بيقول واحد اتنين تلاته، وما ينفعش انك تخالف النظام. وانا عايش في البلد وشايف القواعد بتاعتها والقوانين بتاعتها، وبقول للناس عليها. اللي ما يعرفش النظام ادينا بوجهه عليه. فلا انا بصور لك ان هي حلوه ولا وحشه. انا بالنسبه لي انا كشخص مقيم فيها لا حلوه، لا. والدليل على كده ان انا عايش فيها عمر كله وما سبتهاش، وعايش فيها وما زلت الحمد لله عايش فيها، وربنا يكتب لنا طول عمر ونعيش فيها ونموت فيها كمان. تمام الحمد لله يعني. فلا انا بقنعك ولا بقنع غيرك، كل واحد ادرى بنفسه، كل واحد عارف شمس داره بتطلع منين. تمام. وبعدين عيش في بلدك وكل اللي عيش فيها، وسيبك من اهل قريش وهبل. كل واحد بدور على مصدر رزقه، فملكش علاقة بحد. خليك في نفسك، وخليك في ظروفك وفي وضعك. لو كان لا عيش في بلده ما كانش دور على غيرها. بالمناسبة يا أستاذ محمد، انت الفيديو ده وصل لك ازاي؟ الفيديو ده عن الزيارات الشخصية، انت كنت بتدور على حاجة على زيارات شخصية او كلام من ده فوصلك الفيديو؟ يا ريت تعرفني، وانا هسيب لك الفيديو ده، هبعت لك على التعليق بتاعك لينك الفيديو ده. يا ريت توضح لي انت وصلت الفيديو ده ازاي، طالما مش عايز الناس تروح للسعودية ولا تزور السعودية خالص. سلام.